من طعام الآلهة إلى حفار القبور. الفائز بالجائزة الثانية في مسابقة روايات مصرية للجيب فرع الرواية سوف أدعو الأستاذ الكاتب المعروف المحبوب جدا أستاذ محمد عصمت للمنصة. اتفضل يا أستاذ محمد. الرواية هي يعني عشان أنا بكتب رعب من زمان فقليل لما بخاف من حاجة، لكن الرواية دي فعلا فيها حاجات قدرت إنها تخوفني. يمكن أهم حاجة فيهم إنها بتتكلم عن كاتب عنده بلوك مش قادر يلاقي أفكار جديدة، والناشر بتاعه بيجري وراه كل شوية يتصل بيه يقول له فينك تتحكم. فدي بالنسبه لي رعب، لان احنا يعني لو السنه 12 شهر احنا عندنا 11 شهر ما بنعملش حاجه، شهر بنكتب الروايه بتاعه المعرض. فهو بيحاول يدور طول الوقت على فكره جديده لغايه ما بطريقه ما بتقع في ايده مذكرات لشاب يعني الدنيا ما عندها تماما، فبيحكي له فيها هو ازاي حصل على لقب حفار القبور، وايه سر حفره للقبور، وايه الهدف من ان هو بيحفر القبور واحد ورا الثاني، انتهاء لازاي المذكرات دي وصلت. انا كنت سعيد وانا بقرا الروايه، ما حسيتش ابدا ان هي روايه كبيره ما شاء الله 460 صفحه تقريبا، فما حسيتش خالص بحجمها وانا بقراها، قد ما حسيت ان يمكن لو كانت ضعف ده مره كمان انا كان عندي استعداد اقرا واكمل، ما كانش عندي احساس ان انا بقرا حاجه طويله خالص. الحاجه الوحيده اللي ممكن اقدر اقول عليها سلبيه في العمل هو ان الثلث الاخراني من الروايه هو اختار ان هو يحكي لنا فيه ايه اللي حصل بدل ما يسيبنا نكتشف ده بنفسنا، فده شويه خد من الحماس، واحنا جايين من اول الروايه بنجري وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل. فلما وصلنا هنا انا جالي احساس كان هو زهق، فبقول لكم ايه، ما تيجوا احكي لكم اللي حصل وانتوا حبايبي ومعايا من بدري فهتفهموني يعني. لكن غير كده الروايه كانت ممتازه جدا، والحقيقه كنت اتمنى يكون موجود عشان اشكره عليها بشكل شخصي. هل روايه الرعب لما يكتبها كاتب مصري ممكن تختلف عن رواية الرعب التي يكتبها كاتب أردني أو كاتب سوري أو كاتب مغربي أو يمني أو كذا؟ الحقيقة أنا أتمنى جدا إن هو يكمل في الرعب الشرقي من النوع ده، وتحديدا في الأردن، لأن أنا بالنسبة لي كقارئ مصري أنا أول مرة أقرأ الحاجات دي، أول مرة أشوف الموضوع من وجهة النظر دي، لأن أنا دايما بدور على الحاجة أو بشوف الحاجة من عندي من هنا من مصر، فأساطيرنا مختلفة عن أساطيرهم وحكاياتنا مختلفة عن حكاياتهم. فبالنسبه لي كان يعني نقدر نقول باب جديد انا بفتحه وبكتشف منه عالم جديد بالنسبه لي. فاتمنى مش بس ان الكتاب الاردنيين يكتبوا عن الاردن، اتمنى كل كتاب الوطن العربي يكتبوا عن الاساطير والحكايات، وخصوصا الحاجات القديمه وحكايات الجدات والكلام ده اللي موجوده في التراث بتاعهم وموجوده في الدول بتاعتهم.